انا عندي بس مشكله مع المدام. عشان خلاص المشكله ديت، انا متجوز بقالي داخل على 7 سنين. لو والعيال جم يا مصطفى، والعيال جم. لازم اسال. واد وبنت يا فندم. ربنا يخلي. ربنا يخليك. لو حسبت ال7 سنين اللي متجوزهم هتلاقي المدام قعدت سنه في البيت. من السبعه ما قعدتش سنه. والباقي عند ماما. عند والدتها. عند والدتها. جدا ما تسمعش الكلام. ووالدتها مصطفى اللي عندها زهق بتعرف تخدم نفسها ومش عيانه. لا مش عيانه، ما معاها اخت اصغر منها. ما انا مثلا يعني هي بتروح على طول في ال7 سنين سنه عند ماما. ده قاعده غضبانه سايبه البيت على طول وقاعده هناك. وهي جابت الواد والبنت بقى وعارفه انها ربطتك خلاص يا مصطفى. ما هي ربطتني. هو كان قبل الجواز كانت مطيعه بتسمع الكلام، مسافه ما جابت الولد الاول اتحولت. صحيح. زي ما تكون خلاص انا ربطتك واعمل بالظبط. انا موافق على ده وتحليلك سليم 100%. تمام. جينا اخر مشكله ديت، انا بشتكي، انا قاعد في بيت عيله فانا بشتكي منها على طول بسبب طولة لسانها. لا لحظه واحده يا مصطفى بقى، دخلنا ببيت العيله يبقى دخلنا في حاجات ممكن تطفشها من البيت. لا ما يبقى مش ريحه غضبانه ولا ربطتك ولا اي حاجه من اللي قلتها انا وانت تبقى صحيح. ممكن يا ولدها بتروح عند امها متنفس لانها شايفه الويل في بيت، وانا عارف بيت العيله يا مصطفى. لا اقسم لك بالله ما في الكلام من اللي في دماغ حضرتك ده نهائي. يعني مستقله في شقتها وحياه النبي ما ولا حد بيعترض عليها. لحظه واحده يا مصطفى. ولا حد يا حبيب قلبي ولا حد بيعترض عليها. لا والله. ولا حد بينكد عليها ويقول لازم تنزلي. وحياه ربك. ولا الاكل على طبليه واحده وهي بتاخد 40 جرام لحمه وكلكم تاخدوا الهبر. لا والله. وتغزوها. ولا مامتك عايشه يا مصطفى. مامتي عايشه وبتعاملها ولا لا بلاش المعامله خالص. ما المعامله يبقى لو هي قاعده مستقله مش هيبقى في معامله نهائي. لا صباح الخير يا طنط، صباح الخير يا ماما، صباح الخير يا حبيبتي وخلاص. ماما ما بتقولهاش انزلي اغسلي المواعين. لا 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 نهائي. امال ايه اللي مخليها تفر بقى؟ ليها استنى فاضل نقطه. انت ما بتقعدش ال 24 ساعه مع العيله وتديها 3/4 ساعه؟ لا 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 ما فيش الكلام دوت. انا اساسا شغلي من 7 الصبح برجع 8 9 بالليل. الله يعينك يا ولدي. ربنا يخليك. بعد ساعتين الثلاثه معاهم لو رحت مثلا لوالدي فبروح له احضر ورق حاجه للشغل. طيب. وبرجع على طول. وتنزل عند ماما تتعشى وتطلع تلاقيها عامله لك احلى طبق تقول لها اتعشيت عند ماما؟ لا والله ابدا. تاكل من ايديها؟ باكل من ايديها. وبتقعد معاها الوقت الكافي؟ لو جاي مثلا من شغلي بدري هقعد مثلا ساعتين. تمام طبعا. لا الشغل ده عباده، الشغل ده عباده واضطرار ما فيهوش فيه كلام، لكن انت مش باختيارك بتفضل بيت العيله انك تقعد وتشتكي وتفضحها وتقول على عيوبها وهي تاخد المردود الصبح من ماما او من بابا او من اخواتك او حاجه. لا لا لا. يا مصطفى كده زعلتني الحقيقه، زعلتني منها كده، زعلتني منها ومن والدتها لان هي كل حاجه بتقول لها لامها واختها. خلاص. فطبعا جينا مثلا قاعدين قعده الصبح ولا حاجه فبضطر ان انا اكلم. خلاص دلوقتي حضرتك اخر مشكله ما بينه وما بينها، هي بقى لها مثلا داخله في 4 شهور عند اهلها. خلاص ال4 شهور. بتكلمها موبايل في ال4 شهور يا مصطفى؟ نعم. بتكلمها؟ لا ما بكلمهاش نهائي. هي بتكلمك وانت بتقفل عليها؟ ولا بتكلمني ولا هي ولا اي حد من اهلها. صرف نظر خالص كده. ما فيش. طب مصروف العيال يا مصطفى، مصروف العيال؟ مصروف العيال ما ببعتهوش طبعا. هي خرجت من غير اذنك؟ هي خرجت من غير اذن، وكان سبب المشكله اللي هي كانت رايحه عند مانا وقلت لها ما تروحيش. تاني يوم قامت جايه راحت اتفاجئت وهي هناك. والدتها في نفس الحي يا مصطفى؟ ما بيني وما بينها ربع ساعه ماشي. ماشي على الرجل. على الرجل. اتصلت بيها. لها اخوات متجوزين بنات؟ مالهاش. كان لها اخ ربنا افتكره وابوه ربنا افتكره، والاخ الثاني مالهاش غير اخت ومش متجوزه. اختها مش متجوزه؟ بس حصل المشكله انا كان بقالي مثلا 15 يوم مستحمل منها كلامها والكلام ده كله، لا لدرجه ان هي جت في يوم لبنت صغيره بتقول لها ده هو مش قد كلمته. بابا مش قد كلمه. خلاص. عندها كام سنه البنت؟ بنتي عندها 4 سنين. برضه تدرك. يعني وده وتتربى بقى البنت على ان بابا ده مش قد كلمته. فانا كانت الكلمه ايه يا مصطفى لو سمحت؟ كانت الكلمه ايه يا حبيبي؟ كانت الكلمه ايه؟ الولد بيعيط فبنتي شيل الولد، قلت لها لا نادي الماما من المطبخ تشيله. طيب. ثاني يوم الواد بيعيط فدخلت انا شيلته وخدت مني الواد. خليك قد كلمتك ما دام قلت مش هتشيله وما تشيلهوش نهائي. فسبت لها الواد ودخلت الاوضه الثانيه. شوفي يا بتنادي على بنتي، شوفي بيقولوا كلمتهم ومش قد كلمتهم وبقول الكلمه وما يبقاش قدها. فكرة تاني مره جايب حاجات فدخلت قمت جاي حاططها في الاوضه، يعني حادفها جنب في الجنب في الاوضه، هي محطوطه على الارض الحاجات اللي بجيبها. فقمت جاي جايبها قمت جاي حادفها على الارض. انت ما عندكش ذوق، انت قليل الذوق، انت ما تعرفش حاجه عن الذوق. وش كده.
طبعا ما بقتش عارف انا بعمل ايه. هي مش خايفه انك وانت بتقول لها ما عندكش ذوق تيجي خابطها منزل سنانها بقها؟ لا خبطت بيه. هي امناك يعني؟ لا حبيبي رد عليا، هي مامناك يعني؟ لا 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 ولا هي ما يهمهاش تضربها وما انا تضربهاش؟ مش هقدر امد ايدي عليها. هي عارفه؟ هي عارفه انك ما تقدرش تمد ايدك عليها. اه فمطمنه. فاللي مطمن لواحد يهزقه. ايه الزمن الحلمنبوح ده؟ يعني اللي مطمن ان ده مش مجرم ولا ايه الادب يقول له انت قليل الذوق. انا بقى ما انا بقرا معاك المجتمع وبنحاول نعلم وبنحاول ندي موعظه حسنه يعني. العيال وربنا بنحاول ومش قد كلمته يعني معناها قال هجيب كيلو لحمه فجاب نص كيلو، لكن قال من الشاي للواد يبقى لازم يكون عند كلمته ولا يشيلوش للابد. دي افكارها. هي كانت مخطوبه قبلك يا مصطفى؟ لا ما كانش فيه خطوبه. متاكد؟ لا ما كانش فيه خطوبه. وللاسف اللي انا عانيت منه ان اتضح ان كانت الكلمه الاولانيه والاخرانيه في بيتهم من قبل ما اخطبها كانت كلمه امها. مش الامهات بيفسدوا حياه البنات بطريقه بشعه. فانا فتره بطريقه بشعه. مفيش ام على فكره الا من رحم الله اللي انا لسه لغايه دلوقتي ما قابلتهاش بتقول لبنتها عيشي كويس بما يرضي الله. يعني مفيش ام بتعمل كده. والادهى والامر ان البنات بتدافع عن امهاتها دفاع مستميت. لا ماما ما تعملش كده، ماما مش خربت بيتي، لا ده هو اللي دماغه بايظه. فاحنا في شقاق الحقيقه. ده انا بنبه وبقول ان ده اسمه الشقاق اللي بيننا اللي هيهد الجدر وهيخرب البيوت. هو الحقيقه التدخلات دي هي اللي هتخرب البيوت وهيخليها تندم مشكله. 3-4 شهور انا ابوس ايدك وايد امك ارجعي. ومصطفى مش هيمد ايده ولا هيمد لسانه. وربي ولديك يا حبيبتي وما تقوليش كده واعتذري له. تعالي بوسي على ايد جوزك يا بابا وقولي له انا لما كنت بقول لك انت ما عندكش ذوق كنت بهزر معاك يا درش. والله العظيم 3 ما اقصد الحقيقه. ازاي ده وانت البيت ده كله ذوق بيك يا مصطفى؟ فازاي انت ما عندكش ذوق؟ وحقك عليا وماما عشان بابا ميت واخويا ميت فانا بواسيها مع اختي فتحملنا شويه. لكن لو رحت لامك وبينك وبينها ربع ساعه ماشي على رجليكي وبيت عندها انا احلف يمين الله انت مغضوب عليكي من السماء السبعه للارض السبعه. لان مفيش وجه للمبيت يا مجرمه. وانا هقول كده على الهوا ويقولوا يا بتوع اليوتيوب ويا اللي بتلقطوا لقطات من الموعظه الحسنه وتذيعوها. مجرمه و60,000 مجرمه تحط هدومك في بيت غير بيت جوزك يعني عند امك وده جائز جدا. لما تكون امك في مطروح يعني هتروحي لها النهارده مش هتقدري ترجعي فانت مضطره انك تباتي. لكن بيتك هو بيت جوزك. تروحي لامك في وسع النهار 2-3 ربع ساعه بتتمشي وانت بتتسوقي ممكن تعدي عليها شوف طلباتها تعملي لها حاجه